تخيل معايا تعيش الطفولة ديالك في القهر والظلم، تكبر غا ما تزيد مشاكلك حتى هي تكبر، تلقى راسك كتعاني من السمنة المفرطة وخدام كمبيد حشرات، كتنقي الناس ديورهم من سرق الزيت. ولكن هادشي اللي غادي يصنع انسان ما كيعرفش الاستسلام، اللي غيدير انجازات كبيرة وغيولي قدوة للملايين، لدرجة غيولي ملقب بأقوى رجل في العالم. Retired Navy SEAL David Goggins, one of the toughest men on the planet. قصة ديفيد غوغنز. 19 ديفيد تولد في عام 1975 وكبر في دار اللي ما فيهاش شي حاجه سميتها الامان. عوض ما تكون الملجأ ديالو كانت هي اكثر بلاصه كيخاف منها، والسبب هو الاب ديالو اللي ما كيعرفش شي حاجه سميتها الرحمه. ديفيد المسكين كان كيضرب لاتفه الاسباب، لدرجه ولا حاضي مع الشوفات ديالو، النفس وحتى الخطوات، حيت اي خطأ ولو صغير كيعني العصا. وهذا الشيء غير جزء من الشقاء اللي كان كيعاني، حيت في هذاك العمر الصغير كانت مفروضه عليه الخدمه في المشاريع ديال البوان، اللي كانت عنده ارض ديال التزلج وديسكوبار. كان كيبقى واقف لساعات كينقي الارض، يهز تقل، ما كانش مسموح ليه يقول عيد، وواخا يكون مريض خاصو يخدم اولا غادي يتعاقب. كان كيبقى خدام حتى لنصاصه الليل، ويفيق في الصباح خاصو يمشي للمدرسه اللي كان كيمشي ليها عيان محطم وبلا نعاس كافي. والمدرسه كانت كتزيد عليه، حيت بسبب حالته النفسيه اللي كانت مصعبه عليه القرايه، الفهم كيجيه ثقيل وكينسى كلشي بالزربه. الحاجه اللي كانت كتخلي الاساتذه يغوتوا عليه ويقولوا عليه مكلخ، التلاميذ اللي معاه يضحكوا يستهزئوا وكيعزلوه ويخليوه غير بوحدو. كان كيسمع كلمه مكلخ بزاف لدرجه ولا متيقها ولا كيقولها على راسو. ومع كاع هاد السلبيه اللي دايره بيه، ديفيد ولا كيكره راسو اكثر ما كيكرهو اي انسان اخر. كان كيتجنب الهضره بزاف، وحتى الى هدر كيتلعثم. ما كانش كيفكر من غير فكره واحده، هي كيفاش غادي نتهنى من هاد العذاب. كان الامل الوحيد اللي عنده هي الام ديالو اللي كانت كتحن عليه، واللي للاسف كان عندها نفس المصير ديال ديفيد، اللي بعد المرات كيشدها الاب ديالو من الشعر ديالها وكيجرها ويخبطها مع الدروش. ومع مرور الايام والحال هو الحال، عرفات الام باللي الحل الوحيد اللي عندها هي تهز ديفيد وتهرب لشي بلاصه اللي بعيده على الاب ديالو. وهذا الشيء بالفعل اللي دارت، هزات ولدها ومشات لولايه اخرى. هنا قدروا يتهناو من الاب الظالم، ولكن حياتهم من الناحيه الماديه ولات صعيبه، حيت ملي كانوا عايشين مع الاب وبحكم المشاريع اللي كانت عنده كانوا كيتعتبروا اغنياء وما كانوش كيخموا الفلوس نهائيا. ولكن دابا ولاو كيعيشوا حاله فقر صعيبه، لدرجه الام ديالو كتجمع الفلوس في صندوقه تجبدها في الاخر ديال الشهر وتحسبها باش تقدر تخلص المصاريف اللي عندها. ديفيد قدر يتهنى من المعاناه الجسديه، ولكن المعاناه النفسيه باقي واحل معاها، نفس الخوف ونفس الكره للذات. وبحكم هاد الحاله النفسيه الصعيبه ولا عاطيها غير الماكله، الحاجه اللي خلات الوزن ديالو يتزاد بزاف. وكان حتى ولا كيلبس ستيل اللي مفضفض اللي ما كانش كيعجبو نهائيا، ولكن غير باش يقدر يجذب الانتباه ويغطي هذيك الاحاسيس السيئه اللي كيحس بيهم. ديفيد واحد المره كيدخل الحمام وكيشوف في المرايه ديالو وكيقول كنكره راسي بزاف، واش ديما غادي نبقى في حال هكا؟ واش هذا هو المصير ديالي لاخر لحظه في حياتي؟ هاد الصوت كان ديما في عقله، ما كانش كيفارقه. الحاجه اللي خلاته يدخل الجيش، وبالضبط كان كيدوز الاختبار ديال سلاح الجو. ولكن ديفيد هنا كان عنده عائق كبير، وهو خوفه من الماء. كان كيخاف منه بشكل غير طبيعي، وحتى الاطباء شخصوا ليه مرض مزمن في الدم ديالو، وحتى الوزن ديالو اللي طالع حيت ما كانش منضبط في الماكله. هادشي كامل خلى ديفيد ما ينجحش في هاد التجربه. خرج من الجيش وهو محطم نفسيا، كيقول مع راسو استسلمت، كنكره راسي. كان كيشوف في المرايه وكيقول بيدو ما كرهتش نضرب هاد الشخص اللي كنشوفه. دازت الايام، وبحكم الحاله الماديه الصعيبه ديال ديفيد كان خاصو يخدم باش يقدر يبقى عايش. وبالفعل قدر يلقى خدمه مع شركه ديال التنظيف اللي غيخدم فيها كمبيد حشرات، كينقي المنازل والمطاعم من الفيران وسرق الزيت. هاد الخدمه ما كانش كيحملها نهائيا، كانت كدير ليه الاشمئزاز وخلاته يزيد يكره راسو. ولكن هذاك الصوت اللي كان عنده شحال هادي
باقي هو ما تبدلش، كيشوف في المرايه وكيقول واش ديما غادي نبقى في حال هكا، واش هذا هو المصير ديالي. واحد النهار وكيف ما ديما سال الخدمه ديالو، مشى ياخذ دونات ومشى الدار باش يتفرج وينعس. كيشعل التلفازه كيلقى برنامج ديال نيفي سيلز، وهي قوات النخبه البحريه الامريكيه، اعلى رتبه في الجيش الامريكي. هنا كان كيشوف ناس اللي جبابره كيعيشوا جميع انواع المعاناه، ولكن العجيب ان 80% منهم تقريبا كيستسلموا حيت ما كيقدروش على هذيك الظروف. وهذوك الناس اللي كيستسلموا اقل حاجه تقدر تقول عليهم انهم وحوش، واخا هكاك ما كيقدروش على هذاك الالم وكينسحبوا. ولكن ديفيد جذباتو حتى الفئه القليله اللي كيقدروا يتجاوزوا كاع ديك المعاناه، ما كيستسلموش واخا الالم ديالهم كيكون كبير. وشافهم حتى كيتخرجوا وسول راسو سؤال واحد: كيفاش كيحسوا هذيك الساعه في هذيك اللحظه؟ ديفيد هنا حس بحماس اللي كبير وبدا كيقلب على اللي كيستقبلوا الناس اللي باغيين يدوزوا الاختبار ديال نيفي سيلز. في هذيك الوقيته كان الوزن ديال ديفيد 132 كيلو، وباش تقدر تقبل في الاختبار خاص يكون الوزن ديالك كحد اقصى 86 كيلو. وحتى الوقت ما بقاش بزاف الاختبار، كانت باقا غير 3 شهور. هنا ديفيد بدا كيعيط على الناس، وكل ما عيط على شي واحد كيسولو كيقول ليه شحال الوزن ديالك، كيقول ليه ديفيد 132، يا اما كيبدا يضحك عليه اولا كيقطع. واخا هكاك هادشي ما حبطش ديفيد نهائيا، بقى كيحاول وكيحاول حتى جاوبو واحد سولو قال ليه شحال الوزن ديالك، قال ليه ديفيد 132. هاد المره ما ضحكش وحتى ما قطعش عليه. الغد ليه مشى ديفيد حتى لعند هذاك الشخص، رحب بيه هذاك الشخص وقال ليه طلع في الميزان، واخا هو عارف الوزن ديالو. ديفيد بالفعل طلع وقال ليه هذاك الشخص فك 132 كيلو، يعني خاصك طيح 46 في ظرف ديال قل من 3 اشهر الا بغيتي تقبل في هذا الاختبار. ديفيد كان عارف باش تقدر تطيح كاع هذا الوزن في هذه المده اللي قصيره حاجه شبه مستحيله، ولكن الحماس ديالو كان كيخليه يقول مع راسو هاد المره غنديرها، هاد المره ما غاديش نستسلم، هاد المره غادي نتحمل المسؤوليه ديالي، ما غادي نلوم حتى شي واحد، حيت ما كاينش شي واحد في هذا العالم يقدر يعتقني، انا الوحيد اللي نقدر نعتق راسي ونخرج من هذه الحاله اللي انا فيها. فاق ديفيد الغد ليه، واول حاجه غادي يديرها غيلبس برديلتو وغيخرج يجري. ولكن على البديه بدا كيلهث، رجليه عياو وما بقاش قادر يزيد حتى خطوه. هنا ديفيد بدا كيحس باحباط اللي كبير وكيقول مع راسو مستحيل، غير نسى، ما نقدرش نديرها. وبالفعل رجع في حالاته ومباشره مشى الخدمه ديالو، واللي كانت عنده هاد المره في واحد المطعم. كيدخل ديفيد باش يبدا الخدمه ديالو، كيلقى العشوج ديال سرق الزيت والفيران في كاع البلايص. قال مع راسو هذه هي بلاصتك، هذا هو المصير ديالك، ما تبقاش تحاول تهرب منه. بدا الخدمه ولكن مع الدقيقه الاولى حبس ولاح كلشي، قال هادشي ماشي ديالي، مستحيل نبقى في حال هكا، ومباشره خرج من هذيك الخدمه وحلف لا بقى يرجع ليها. هنا ديفيد قرر يبدا نظام تدريبي مجنون فيه البيكالا لمده ساعات، وهو فوق البيكالا كان كيقرا داكشي ديال نيفي سيلز. وماشي غير هادشي، مع كيسالي كيمشي يعوم باش يقدر يتعود على الماء وحتى يتغلب على هذاك الخوف اللي عنده منه. يسالي العومان يمشي لاصال، يدير بوش ابس، يدير بول ابس، يرجع في الليل يخرج يجري. ديفيد هنا ولا مهووس بالتغيير، كان كيقول ديفيد هاد المره غنتغلب على هذاك الصوت، هاد المره ما غنخليش العقل ديالي يغلبني، هاد المره ما غاديش نستسلم مهما كانت الظروف. وهاد الشيء كامل كان كيديرو بلا مدرب، بلا فلوس وبلا حتى شي دعم. حتى من الام ديالو كانت كتقول ليه حبس، هاد الشيء راه صعيب عليك. ولكن ديفيد ما تصنت لحتى شي حاجه وكمل في طريقه، وبالفعل قدر يدير تحول اللي مجنون في ظرف اللي قياسي. مشى باش يدفع الاختبار ديال قوات النخبه الامريكيه، ولكن هاد المره ما غاديش يوقفوا الوزن ديالو بل مستواه التعليمي المتدني، بحكم الحاله الصعيبه اللي كان كيدوز منها فتره القرايه، لدرجه انه كان غير كيغش باش ينجح. وحتى هاد الشيء ما خلاهش يستسلم، ديفيد ولا كيقرا ليل ونهار حتى قدر يتقبل في الاختبار ديال نيفي سيل. هنا ديفيد غيدخل العالم اللي عامر بالعذاب والمعاناه، نعاس شبه منعدم لدرجه بعض المرات كتنعس 5 دقائق كيفيقوك بالماء بارد، كيبداو عليك بالمعيار صباح وليل،
كيديروا لك كل شيء غير باش تستسلم وتنسحب من الاختبار. ولكن ديفيد كان عنده شعار واحد: يا غادي ننجح يا غادي نموت وانا كنحاول. وبالفعل ديفيد واجه كاع ديك الالام والصعوبات، تحدى العقل ديالو اللي كان كيقول ليه استسلم راك ما غتقدرش، ولكن النتيجه رجليه كاع تهرسوا، الحاجه اللي خلات الجيش يتدخل براسو ويعفي ديفيد من المهمه. ولكن هادشي ما حبسش ديفيد، دازت الايام وقدر يرجع وبقى حتى نجح في الاختبار ديال نيفي سيلز. دازت السنوات حتى سال ديفيد الفتره ديالو وخرج من الجيش. ولكن هنا عاد غتبدا الرحله الحقيقيه. ديفيد رفض يرجع لمنطقه الراحه، كان خايف لا يرجع لنفس الحاله، الحاجه اللي خلاتو يدخل لسباقات التحمل الترا ماراثونز. ومن كنهضروا على الالترا ماراثونز في امريكا كنهضروا غير على 100 مايل والفوق، اي 160 كيلومتر. ديفيد دوز سباقات في ظروف اللي صعيبه لدرجه انه مره جرى 217 كيلومتر برجل اللي مهرسه. ايه كيف ما سمعتي، برجل اللي مهرسه. وغير مؤخرا في عمر 50 عام وبالضبط في سنه 2025 قدر يجري المواب 240 مايل، اي 386 كيلومتر. ديفيد اليوم انسان اخر تماما، مثال الصلابه العقليه. قدر يستعمل الالم الخوف ديالو والمعاناه كمصدر تحفيز باش يبدل حياته ويدير انجازات اللي كبيره. وبالفعل قدر يديرها، حيت اليوم كتعتبر قدوه لملايين الناس، مؤثر على الصعيد العالمي ورجل اعمال ناجح. ولكن ديفيد كيقول انا كاع داكشي اللي درت واللي باغي كندير ما كنديروش على قبل الفلوس اولا الشهره اولا حتى التكريم، كنديرو على قبل حاجه وحده وهي نتحدى العقل ديالي، نتغلب على داك الصوت اللي كيقول لي وقف، اللي كيقول لي راه ما غتقدر دير حتى شي حاجه. ومن هنا ديفيد تبنى واحد القاعده اللي مشهور بها، وهي قاعده 40%، واللي كتقول من تحس براسك ساليتي ما بقيتيش قادر تزيد حتى خطوه، العقل ديالك كيقول لك وقف راه ما غتقدرش. هذاك غير العقل ديالك كيكذب عليك، حيت كتكون يلا 40% من الطاقه ديالك. وهاد القضيه بصح مثلا الا كنتي غير كتجري كتعيا غير شويه، العقل ديالك كيبدا يقول لك وقف ما غاديش تقدر. الا تحديتي داك الصوت وكملتي كتصدم وكتلقى انه باقي عندك بزاف ما تعطي. وهذا الشيء بالضبط اللي درت باش قدرت نجري 100 كيلومتر.